الاهلي ضد فاركو في قمه التحدي في ليله القاهره. بس قبل اي حاجه، لو انت متابع للنادي الاهلي وللدوري المصري، اعمل اشتراك دلوقتي في القناه عشان يوصل ليك كل جديد. في الاسبوع الثاني من بطوله الدوري الممتاز 2025-2026 جماهير الكوره في مصر مستنيه مواجهه تقيله جدا بين النادي الاهلي وفاركو يوم الجمعه 15 اغسطس على استاد القاهره الدولي الساعه 9 بالليل بتوقيت القاهره. الاهلي داخل الماتش بعد تعادل مثير 2-2 قدام مودرن سبورت. دي نتيجه حطت الجهاز الفني بقياده الاسباني خوسيه روبيرو قدام تحديات كبيره، خصوصا في تشكيله والخطه والاصابات اللي ضربت الفريق بغياب احمد رضا بسبب شد في السمانه. لكن في خبر كويس ان حسين الشحات رجع للقائمه بعد ما اتشال من الجوله الاولى، ومن المتوقع نشوف تغييرات من مركزين ل3 مراكز. ممكن نشوف المالي اليو ديانج مكان احمد رضا، وكمان في احتمال قفشه يبدا احتياطي بعد مستواه المتدني امام مودرن سبورت. اما فاركو فداخل الماتش وعينه على نتيجه ايجابيه بعد ما تعادل 0-0 مع انبي الجوله اللي فاتت، معتمد على دفاع قوي وحماس يوقف هجوم الاهلي في قلب القاهره. الماتش هيتذاع حصري على اون سبورت 1 والاجواء متوقعه نار. الجماهير مستنيه تشوف هل الاهلي هيفتح الموسم بانتصار ولا المفاجآت المخيبه لسه هتتكرر تاني. وفي النهايه، لو انت متابع للنادي الاهلي والدوري المصري، اعمل اشتراك دلوقتي للقناه عشان يوصل لي كل جديد. كان معكم حسن سعيد.